السلام عليكم، تحية طيبة إلى جميع المتابعين. قبل أن نبدأ خبرنا لهذا اليوم لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم جميع الأخبار المهمة والحصرية. لنبدأ على بركة الله خبرنا لهذا اليوم. أكد النائب من ائتلاف دولة القانون ثائر الجبوري أن الحكومة العراقية الجديدة سيكون لها موقف أزاء التجاوزات الكويتية على موانئ النفط العراقية في المياه المشتركة. وقال الجبوري في حديث صحفي له أن الحكومة العراقية الجديدة سيكون لها موقف من تجاوزات الكويت على موانئ النفط العراقية في المياه المشتركة معها، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية لن تصمت على هذا الخرق وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وأضاف سيتم تكليف لجنة تقصي في التجاوزات التي يحصل على الموانئ العراقية النفطية لتقديم تقرير مفصل يتم بعدها اتخاذ الإجراءات القانونية من الحكومة العراقية. وفي صدد انتشار على وسائل الإعلام صور وفيديوهات توضح نصب الكويت عوامات في المياه المشتركة القريبة من الموانئ العراقية النفطية، وهذا يعتبر تجاوز على العراق. ولكي لا يفوتكم أي خبر جديد ومهم، أتمنى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات. وإلى هنا ينتهي خبرنا إلى هذا اليوم. أشكر كل شخص تابعني إلى هذه اللحظة. دمتم في أمان الله وحفظه.